ولادنا زهقوا من السندوتشات، وكل يوم كل يوم نوتيلا، مربى، شوكولاته، مش عارف ايه، جبنه، لانشون، الكلام ده كله ولادنا زهقوا منه. فقلنا نغير كده النهارده ونعمل حاجه جديده. جبنا بوله وفيها كيس خميره وعليها كوبايه لبن. تقدري تستخدمي تستبدلي اللبن بميه وحطي كمان كوبايه، يعني انا حطيت كوبايه لبن وكوبايه ميه. تقدري تعملي كله لبن، تقدري تعملي كله ميه، اللي رايحك اعمليه. وقلبيها بقى، وعليها 3-4 معالق من السكر كده ونقطه من الخل، وقلبيها وسيبيها بتاع 15 دقايق كده مع بعضها، بحيث ان هي تتفاعل يعني مع نفسها وكده. وعليها نص كوبايه من الزيت. انا هعمل المقدار ده على كيلو دقيق. انا عملت كيلو دقيق. تمام. حطي بقى شوية بيكنج باودر برضه عشان ما تنسيشي، كده الخميرة والخل والملح، لا الخميرة والخل والسكر والبيكنج باودر. تمام كده، تمام. والفانيليا والزيت واللبن والمية كده، تمام. تقدر طبعا تستبدلي اللي انا قلت لكم عليه، اللبن بالمية والمية باللبن، اللي رايحكم اعملوه. وبعدين جبت طبق بقى كبير كده، عشان الطبق التاني كان صغير، دخلت فيه كيلو دقيق، وكان كيلو حرفيا يعني كيلو بالظبط. وبعدين قمت جايبة عليه حوالي نص معلقة من قصدي ربع معلقة من الملح. ونزلت بقى بالخليط بتاعي اللي انا عملته في البولة السلستيني الاولانية. وزودي بقى مية طبعا الكمية اللي انت عاوزاها، ممكن تاخد 2.5 كوباية، ممكن تاخد 2 كوباية على حسب نوع الدقيق بتاعك وان هو يعني واللي هو بياخده كده. انا استعملت زيت، ما عملتش بالزبدة. تقدري تعملي زبدة، تقدري تحطي سمنة، اللي رايحك اعمليه. تمام. عجنت العجينة بتاعتي كويس جدا. وبعدين دهنت البولة زيت، وقمت جايه حطها فيها عشان ما تلزقش بس يعني. وبعدين قمت جايه بقى حاطه ودهنه برضو وشها زيت من فوق كده خفيف، حاجه خفيفه خالص، بحيث ان هي ما تخليهاش تلزق يعني فيه. وغطيها بقى وسيبيها بتاع نص ساعه كده ولا حاجه عشان تخمر براحتها كويس. واهم حاجه، اهم شيء في العجينه عامه يعني العجينه بتاعتها. تاني حاجه ان هي تخمر كويس، وما تفوتش خمر، وفي نفس الوقت ما تخمرش حبة صغيرين يعني. هنشوف بقى، هنسيبها بعد شوية نرجع لها تاني. غطيتها بكام فوطة كده نضاف، وتقدري تحطيها في مكان مقفول بحيث ان هي تخمر بسرعة كده. العجينة بتاعتي سلسة ومرنة وجميلة وطرية وهشة وكل حاجة، تستاهل بقكم. هقطعها بقى كده واشكلها قطع على الحجم اللي انا عاوزاه. هعملها حوالي كورة كده قد اليوستفندية او قد الليمونة، جديدة شوية عنها، عشان هعملها قرص بسمسم سادة، وقرص بسمسم بعجوة، وقرص بالسكر والقرفة. القرص اللي احنا دايما بنشتريها من بره بنحبها قوي دي، هنعملها ان شاء الله وهتطلع جميلة. قطعي بقى كور صغننة كده زي ما انت عاوزة. هيعمل معاك كمية كبيرة ما شاء الله، يخش في 40 تقريبا قرصة زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. وبعدين عملت كل الكمية بتاعتي. طبعا في الوقت ده كان النور قطع. النور بيقطع عندنا من تقريبا من 8 ل10، وساعات بيطول اكتر من كده يعني، وساعات بيجوا يروحوا بتاع. المهم دي كانت عجوة اللي انا كنت عاملاها معاكم في الفيديو قبل كده من البلح الاسود، البلح الاسمر يعني اللي بيجي من الفاكهة يعني. خدت منها جزء وفي جزء دي اول حشوة. تاني حشوة هحط سكر وعليها قرفة، 3 معالق من السكر، عليه نص معلقة من القرفة، ربع معلقة من القرفة، الطريقة اللي بتحبيها، وعليها 3-4 معالق من السكر البودرة. ليه سكر بودرة؟ عشان يمسك الحشوة بتاعتي وما يخليهاش تسيح وتطلع من بره يعني وكده. تمام. دي تاني حشوة معايا. الحشوة التالتة بقى فهي هتبقى سادة يعني من غير حشوة خالص. ودول حبة سمسم، ومعايا كوباية من المية او طبق من المية، طبق فيه حبة مية يعني اهو. وتعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. طريقة التشكيل بتاعتها سهلة وسلسة وسريعة، تحبوها ان شاء الله. دي معلقة عسل او معلقة سكر على معلقة لبن. ليه بقى؟ عشان مرجعش تاني ان انا ادهن القرص بتاعتي دي تاني. خلاص هي كده خلصت واندهنت، ولا هدهن بقى بصفر بيض ولا بنسكافيه ولا بالكلام ده. تقدري تحطي معلقة سكر بدل العسل. تعالوا نشوف بقى تتشكل ازاي. انا مش احسن حاجة في المخبوزات عامة،
بس اديني بحاول يعني. اختي بتقول لي بالطرق كتير وبالتجارب هتيجي معاكي يعني، بس انا مش احسن حاجة في المخبوزات، بس الحمد لله يعني النتيجة بتطلع نوعا ما احسن يعني. المهم تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. السطح بتاعي بقى، السطح اللي انا هخبز عليه يعني عوزته زيت او دقيق اللي يريحك. الصينيه بتاعتي عوزتها دقيق. عاوزه اقول لكم ان العجينه هي بس يعني تبطيها بطه كده، وبعدين تلفيها كده زي ما انت شفتي، وبعدين انزلي بقى في الميه اللبن بالميه المعسل دي بالسمسم كده، وخلاص خلصت القرصه. خلصت القرصه يا ريم، خلصت القرصه والله. قرصه جميله جدا هتعجبكم. الحشوة زي ما قلت لكم، تقدروا تحطوا جبنة موتزاريلا، جبنة قديمة، جبنة بيضة، اي نوع من انواع الجبن. تقدري تحطي سبانخ وجبنة، زيتون مثلا، لانشون وجبنة، اي حاجة، اي طريقة حشوة، اي حشوة طعم بتحبيها اعملي. هعمل كل الكمية معايا بالطريقة دي كده لحتة العجوة، وبعدين هنزل في المية الملبن بالعسل دي، وبعدين هنزل في بالسمسم. وده اول صينية معايا عملتها بالعجوة. ايدي مش ميزان قوي يعني، بس قلت لكم مش احسن حاجة، بس كويس يكفيني شرف المحاولة يعني. دي بقى بالسكر ام قرفة، دي بقى عشقي، انا بحبها جدا. انا بحب اي حاجة فيها قرفة اصلا. ان شاء الله قريب نعمل مع بعض سينابون. عوزت بس الصينية طبعا زيت برضو عشان مفيش حاجة تلزق مننا وكده. وبعدين هعمل برضو نفس التركات اللي عملناها اول مرة. حطيت فتحت القرصة، بططتها وفتحتها، وحطيت في قلبها السكر ام قرفة. وبعدين قمت جاية بقى بعد خلصت كده مش كله يعني، لا خلصت كله. وبعدين قمت جاية بطة بسيطة وسايباها بقى تخمر. وده عملتها سادة كده وحبة البركة. وغطيت بقى الصواني وسبتها برضو بتاع نص ساعة كمان. هي كانت عاوزة كمان نص ساعة بصراحة، بس انا اللي مصبرتش عليها عشان كان ولادي كان خلاص الوقت اتأخر بقى وكده، وكنت خلاص بقى فصلت عاوزة انام. قمت جاية بقى مدخلها الفرن، سبتها شوية وبعدين دخلتها الفرن. هشة وقطنية جدا. اول ما طلعت من الفرن كده بخيت عليها بايديا مية، حاجة بسيطة بس كده تديها لمعة. القرصة بتاعتي هشة وطرية وحلوة جدا، عجبتني بصراحة وعجبت اي حد دقها. في كام واحدة كده بزوا مني، بس الموضوع سهل يعني. هتلاقي انا معرفتش اقفلها كويس يعني، في بعض واحدة كده العجينة من طراوتها تلاقيني معرفتش اقفلها كويس. غطيها بقى سيكة كده بالفوطة برضو. وبعدين بقى طلعيها عينها في الفريزر، حطها في اكياس نايلون نضيفة، وقومي جايه عينها في الفريزر وطلعها حطها في الميكروويف بتاعك، او سيبها تفك من بالليل للصبح، وبعدين حطها لولادك في اللانش بوكس. وبعدين تغيير يعني عن السندوتشات وكده. بصوا بقى، تعالوا بقى نقدمها كده ونوريها لولادنا. دي كده تقريبا ام عجوة، اول واحدة اتعملت، اول صينية اتعملت كانت لسه سخنة تقريبا، مش سخنة قوي، كانت لسه دافية يعني. طرية جميلة، يكفيني شرف المحاولة زي ما قلت لكم. انا حبيت الموضوع يعني مش اكتر، حبيت اجربها معاكم، وتبقى كمان تغيير لولادي في اللانش بوكس بتاعهم، بدل ما انا كل يوم بجيب 10 جنيه فينو وارجع اجيب مربى واجيب حلاوة واجيب لانشون واجيب جبنة وكده يعني. فاهمين قصدي؟ ده التاني صنف بقى معرفش، هو تقريبا بالسكر. بالسكر هحطها برضو كده في الثبت بتاعها. شكلها بصراحة جميل، عجبتني. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا اي حاجه، ولو كانت بسيطه جدا. لونها من ورا ومن قدام عامل ازاي، بصراحه لونها جميل ويستاهل بقكم اصلا. حطيتها برضو في الثبت لوحدها كده، والتالتة دي برضو هحطها على صينيه برضو، بحيث ان او تقريبا ثبت تاني برضو، بحيث ان اللي عاوز من دي ياخد، واللي عاوز من دي ياخد، واللي عاوز من دي ياخد. اي حد بيحب حاجه عملناها له، وغالبا ولادي بيحبوا الحاجه الساده اصلا يعني. اما لو كانوا من التانية اللي هي فيها حشو دي، فده جبر خاطر ليا مش اكتر يعني. انا اللي اكلت منها اكتر حاجة، انا واللي لهم نصيب فيها. رصتها بقى كده في الثبت التالت زي ما وريتكم. وده كان منظر القرص بتاعتي من كيلو. دي عملنا كمية قرص رهيبة
لو هتشتريها من بره هتشتري الكيلو ب60-70 جنيه، مش فاهمه ليه بصراحه. لا اما القرصه ب3 جنيه ونص وصغننه جدا. عملت بقى كوبايه شاي كده، وحبيت اعمل لبنتي بقى كده شويه. جبت لها طبق من نيش، مش خساره فيها، وعملت لها كوبايه شاي. وبعدين قمت جايبه القرص الساده بتاعتي، فتحها وعاملاها لها سندوتشات جبنه. عجبتها جدا والله. بس كده، ده الفيديو بتاعي خلص. اتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجه، ولو كانت بسيطه، حتى لو فكره في دماغكم تنفذوها. وبس كده، ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم جدا يا احلى ناس في الدنيا. القرص بتاعتي هشه وجميله وتستاهل بقكم. المخبوزات يا جماعه ريحتها في البيت بتدي طاقة كده إيجابية، وبتدي خير، وبتدي فرحة، وبتدي بهجة. سبحان الله، بنتك تدخل عليكي تقولك هاتيلي حتة عجينة يا ماما ألعب بيها، مش عارفة ايه. فرحة يا جماعة، فرحة بجد.